الزمالك وسيراميكا كليوباترا، الزمالك عنده 9 نقط والمصري النهارده تعادل وبقى عنده 11 نقطة. لو الزمالك فاز النهارده هيركب الدوري ب 12 نقطة. وانت كزملكاوي طبعا هتبقى عارف ومتأكد مليون في المية ايه اللي هيحصل النهارده. والزمالك زي ما بيقولوا ما كدبش خبر، في اول 3 دقايق بيلبس جول. وانا لغايه دلوقتي نفسي افهم اللعيبه بتعمل فينا كده ليه. ليه دونجا ما ضغطش من الاول؟ وليه عمر جابر ما وقفش على خط الاوفسايد؟ يا تقف يا تكمل. انا مش عارف انت ما كملتش ليه. وفي الاخر دخلت جون، الحمد لله ان هي اتحسبت اوفسايد. بعدها ب9 دقايق بتتسقط كرة حلوة جدا، فتوح قرر ان هو يقف ويجيبها بالطريقة الغريبة جدا دي. انا مش عارف هو فكر في ايه، يعني هو لو كان كمل وكان غلس عليه ما كانش هيعرف يجيبها. انا معرفش هو وقف، هو ساب له الدنيا كده. عمرها ما تتجاب بالطريقة دي. انت مش ابراهيموفيتش يعني. كده شوارع عندك في الدفاع، عمر جابر غلط غلطة واتحسبت اوفسايد، فتوح غلط غلطة